اهلا وسهلا متتبعين الاوفياء، اتمنى يا رب تكونوا صحه جيده وانتم بتشاهدوا الفيديو ده. فيديو جديد من ملخص الحلقه 36 من مسلسل رائحه الصندوق. اول حبيبي ما نبتدي الاحداث اتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول ان شاء الله. البدايه حتكون مع ريها التي تكتشف ان هاندا تخونها، تعود الى المنزل وهي لا تعرف ماذا تفعل، ورغم أن هاندا تنفي هذه الاتهامات وتقول إنه افتراء، إلا أن ريها لا تصدقها. تذهب فيليز إلى مطعم توركان لتناول القهوة، وعندما ترى غولناز هناك يبدأ رأسها بالغليان. بينما تحاول غولناز إرضاء فيليز، تنكشف أكاذيب توركان وتقع في ورطة. عندما سئم كيفانش من تنمر جيدا قرر إنهاء علاقته، ومع ذلك اتضح أن سيدة تصرفت بهذه الطريقة بناء على نصيحة إيرماك، وهكذا يقرر كيفانش أن يلعب خدعة على إيرماك. بعد ملاحظة الانجذاب بين بورا وكارسو، تقرر زينب ابنة عم بورا التحدث إلى بورا حول هذه القضية. عائشة التي لم تسمع شيئا عن بورا منذ فترة طويلة تغزو عدم اهتمامها بوصول ابن عمها وتتنفس السعداء. بينما كان إيرماك وكارسو يتحدثان عبر الهاتف، ترى كارسو أن بورا كانت هناك وسمعت كل شيء، بينما كانت تخبرها بمشاعرها تجاه بورا. لهون حبايبي بنكون وصلنا نهاية الحلقة، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول حبيبي. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.